الطبق تاع نهار اليوم جد اقتصادي، غير بربع صدر تاع الدجاج وانتيا محضره هذا الطبق الراقي. طاجين لي سوفلي ولا طاجين لي شوسون محشيين بالفرماج، قدمته مع صلصه شامبينيون والزيتون ضربه في البنه. لازم عليكم تحضروه اليوم للفطور. السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وكامل بخير. والفيديو تاع اليوم يلقاكم كامل مهنيين وفرحانين. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون طاجين لي سوفلي محشيين بالفرماج يكثر بالبنه يا البنات، مع مرق شامبينيون والزيتون. كامل البنه تلقاوها في هذه الوصفه، صدقوني روعه. وغير بربع صدر تاع الدجاج راح تنحيو يعني بلا تاع 5 اشخاص ولا 4 اشخاص. قبل ما تروحوا تشوفوا لا فيديو خواتاتي العزاز، ما تبخلوش عليا برك بهذيك جام صغيره منكم هيك راح تدعمني وتخلي الفيديو يبان. نروحوا نتعرفوا على الوصفه. عندي ربع صدر تاع الدجاج كيما راكم تشوفوا، صدقوني ربع صدر تاع الدجاج نحالي كميه ما شاء الله، نحالي عفوا حوالي 9 من هذوك لي سوفلي ولا لي ميني سوفلي. هنايا راح ندير كل شيء في الاشوار. حطيت هذاك ربع صدر تاع الدجاج كيما شفتوا في الاشوار، ضفت له حبيبه تاع بصل صغيره برك، هذا ما كان. ضفت له هنايا شويه تاع معدنوس كيما شفتوا، وراح نضيف بيضه تكون صغيره. اذا عاد البيض تاعكم كبير ديروا نص بيضه كيما راكم تشوفوا. راح نضيف 2 ملاعق تاع لا شابليغ. ننصحكم يا البنات اذا عدتوا في عيله صغيره ما ديروش نص صدر تاع الدجاج، راح ينحي لكم كميه كبيره. ديروا ربع صدر تاع الدجاج، يعني هذا الطبق راح يوكل 4 اشخاص ولا 5 اشخاص. هنا كيما شفتوا راح نديروا التوابل دائما برعايه سلطان العقاقير، توابل العنتر اللي راح يزيدوا بنا ما شاء الله للماكله تاعي. توابل الدجاج، العكري، الكزبر، وكذلك ثوم بودر والفلفل الاسود. هذو هما التوابل اللي راح يزيدوا بنا هايله للطبق تاعي. اللي ما عندهاش ثوم بودر تقدر تربي سنينات تاع ثوم كيما شفتوا يا البنات. راح نضيف التوابل مع هذاك الدجاج لا شابلير، وراح نضيفوا ملعقه صغيره تاع مارغرين ولا زبده. اللي ما عندهاش دير ملعقه كبيره تاع الزيت. دور تاع الزبده هنايا في هذا الدجاج راح تخلي لكم الدجاج تاعكم يجي طري بعد ما يتقليوه. هنا كيما شفتوا بلا ما تنساو ديروا الملح، درت حوالي نص ملعقه صغيره تاع ملح، وخلطت كل شيء بالاشوار هكا باش يعني يطرح هذاك البصل ويندمج مع الدجاج، المعدنوس لا شابلير، وكذلك هذيك البيضه، الزبده والتوابل. هنايا شوفوا يا البنات بعد ما رحيت كامل هذاك ربع صدر تاع الدجاج تحصلت على كميه ما شاء الله. يعني انا دائما كنحب ندير هذا لي بلا ولا هذا الطواجن، نحب نرحي الدجاج مع البصل ومع داك لا شابلير هكا كي نرحيوها بهذه الطريقه راح ينحي لي يعني كميه ما شاء الله. هنايا نجيو نشكلوا اللي شوسون تاعنا ولا لي سوفلي تاعنا. هنايا مش لازم هذا المول يا البنات، تقدروا تطبعوا بسيرسو مدور ولا بكاش عفسه جايه دائريه، وتحطوا الحشو في النص وتغلقوا عليه على شكل سوفلي. يعني مش لازم هذا المول. كما راكم تشوفوا انا درتو حطيت فوق منه بابي فيلم. لازم تستعينوا هنا بالماء لانه الدجاج راهو يتلاصق شويه، وتهزوا كويره من هذاك الدجاج ولا كميه من هذاك الدجاج وتبسطوها على شكل دائري بهذه الطريقه. وكما قلت لكم انتم تقدروا يعني تحطوا بابي فيلم وتحلوا هذاك الدجاج على شكل دائري. من بعد تحطوا الحشو تاع الفرماج من الوسط وتغلقوا عليه معادي كي شغل راح نديروا سفلي. يعني مش لازم هذا المول. هنايا بركه متوفر عندي، وحطيت كميه من الجبن. انا درت هنايا موتزاريلا، تقدروا ديروا نابول، يعني اي نوعيه تاع فرماج عندكم، فرماج طري ولا فرماج رابي. وتغلقوا على الدجاج تاعكم بهذه الطريقه. كما شفتوا انا هذاك الزيت كامل راح نحيه ليخرج. فوالا هكا باش نتحصلوا على حبه تاع سوفلي ولا ميني سوفلي صغير يجي متقون ويجي بومبي في الوسط. يعني هذاك الفرماج راح يخليه يجي بومبي. راح نكمل كامل كميه تاعي بنفس الطريقه. راح نعاود معكم واحده خلاف. حطيت بابي فيلم فوق هذاك المول، راهو يعمل نورمالمون 9000 ولا 10000. نستعين هنايا بالماء نحل هذيك الكميه تاع الدجاج تاعي على شكل دائري. وحاولوا يا البنات كي تفتحوها ما تخليوهاش خشينه، لانه من بعد راح تقعد لكم معجنه. يعني راح نقليوها هي صح راح نقليوها على نار قليله عفوا، لكن حاولوا ترقوها شويه. هنا كيما شفتوا نغلقوا عليها، وحطيت كيما شفتوا كميه تاع فرماج. ربيته مع الاول ما ربيتوش، من بعد وليت نربي فيه. وهنايا هاي ليكم الكميه اللي تحصلت عليها، قلت لكم حوالي 9 من هذا لي سوفلي. فوالا نحلو الدجاج تاعنا نحلوه رقيق. من بعد نحطو الحشو في الوسط. قلت لكم حاولوا تحلوا الدجاج تاعكم رقيق باش من بعد يطيب معاكم الداخل. ونغلقوا بهذه الطريقه، وهذوك الزوائد كامل راح يتنحاو. هذاك بابي فيلم راح يعاونكم هكا باش ما يلصقش الدجاج تاعكم في هذاك المول. نغلقوا هذوك الاطراف اللي زايدين، انا ما نحيتهمش كي شغل عاودت قلبتهم برك هكا باش نضمن السفلي تاعي من بعد كي نقليهم مش راح يتحل معنا. شوفوا يا البنات نحالي كميه ما شاء الله، نحالي 8 وكميه صغيره كنت درتها لبولات صغار.
غير بربع صدر تاع الدجاج. كما قلت لكم اذا درتوا نص صدر راح ينحي لكم كميه كبيره. حطيتهم في المجمد ضروري يا البنات لمده 10 دقائق هما في المجمد، من بعد تقليوهم باش يحكموا رواحهم مليح في المجمد. هنا حطيت كميه قليله تاع الزيت، يعني ما تكثروش الزيت، سخنته مليح، من بعد نقصت على النار خلا راهي ناقصه النار تماما باش يطيبوا معاكم لي سوفلي. هنا كما شفتوا حطيت كميه، من بعد شويه نقعد نقلب فيهم حتى يحمروا لك من الجهتين، وما تقويش على النار. راني نكرر ونعاود هكا باش لي سوفلي تاعكم يطيبوا. والله هذا الدجاج تاعكم يطيبوا من الداخل، ما يقعدوش نيين. صراحه البنه كامل في هذه الوصفه صدقوني بنتها بنه، سختو كي تبناها بهذوك التوابل يعني زادوا لها بنه على بنه، خاصه توابل الدجاج. هنا كيما شفتوا راح نقلي كامل هذو لي سوفلي تاعي. طبق رائع. اللي عندها كاش عرضه ولا راهي حيره واش طيب، نقول لك حبيبتي هذه الوصفه راح تحمر لك وجهك. صدقوني وصفه رائعه. اذا وصلتوا هنايا ونسيتوا لي هذيك الجام نقول لكم كامل هبطوا فرحوني بهذيك الجام، ربي يفرحكم ويسعدكم ان شاء الله. هنا كنت قليت الكميه الاولى كما شفتوا. فوالا حاولوا ما تحمروهمش بزاف. هنايا في نفس المقله اللي كنت قليت فيها هذوك لي سوفلي نقصت كميه تاع الزيت، خليت حوالي 3 ملاعق من هذاك الزيت. راح ندير فيها كميه تاع بصل مرحيه في الاشوار، قليت مليح هذاك البصل ذبل مليح. ضفت هنا كميه تاع لي شامبينيون كنت غسلتهم شحال من مره، راح نعطي لكم هنا شامبينيون اللي كنت درتو اكيد راح تسقسيوني هاوليكم. كنت غسلته شحال من مره وحطيته يتقلى حتى تحسوك شغل ولا يطرشق معاكم في هذاك البصل. من بعد راح نضيف له كميه تاع الزيتون مقطع، مام هو كنت غسلته شحال من مره هاوليكم، وراح نقليه مع ذاك الشامبينيون. فوالا راح نديرو صلصه الزيتون والشامبينيون تجي بزاف بنينه مع هاد لي سوفلي. كما راكم تشوفوا هنايا واش راح نديروا الملح اكيد بطبيعه الحال. وهنا توابل كنت نسيت ما ضفتهمش، حتى المرق بكاس تاع ما سخون باش تفكرت التوابل معليش، يعني بعد ما مرق بكاس تاع ما يكون سخون راح نضيفوا توابل اللي هما توابل الدجاج، نفس التوابل اللي درتهم في الدجاج. درت كذلك فلفل اسود، وراح نديروا الكركمبر كنت ما درتوش في الدجاج الهي. راح ندير هنايا الثوم بودره هاوليكم، وما درتش العكري الحلو لانه المرق تاعنا راح نديروه مرق ابيض. نقصوا على النار شويه هكا، وراح نزيدوا نلحقوا الكريمه سائله. انا هنا ما في باليش بلي ما عنديش، يعني قعدت لي قيس 2 ملاعق هكا، كملتها بالفرماج طري عادي، مش لازم الكريمه سائله في هذا لاصوص، يعني تقدروا ديروا ملعقه كبيره من الفرماج تاع البيدون، راح تخلي لكم مرق تاعكم يجيكم عاقد ما شاء الله، واكيد راح يزيد يجيكم بنين. كما شفتوا هنا ضفت مغرف كبيره تاع فرماج تاع البيدون هاوليكم موندور، ذوبته في هذاك لاصوص ونغلق عليها ونخليها تزيد يكمل يعني طيب هذاك الشامبينيون والزيتون. من بعد نشوفوه في صحن تقديم. فوالا البنات هاوليكم هنايا طبق تاع نهار اليوم راه واجد. شوفوا لي هذاك المرق كيف يجي عاقد، صلصه الشامبينيون والزيتون يعني بنتها بنه يا البنات. هذاك الفرماج زاد له بنه على بنه في الاخير. هاوليكم قدمته بهذه الطريقه. من بعد راح نحط فوق منه هذوك لي سوفلي اللي كنت قليتهم معاكم. طبق بزاف هايل ما يديش منك الوقت صدقوني يا البنات، ما نفع 20 دقيقه راح تكملي هذه الوصفه خاصه للعاملين. هاوليكم شوفوا لي الشكل تاعو يا البنات جاي شاهي شاهدكم في الجنه، وحتى الريحه راهي دايره حاله، الريحه تاع ذوك التوابل مع ذاك الدجاج. المهم يا البنات جربوه على ضمانتي، واكتبوا لي في التعليقات، واللي جربت وصفه من وصفاتي تكتب لي في التعليقات، راني نقرا كامل تعليقاتكم. شكرا بارك الله فيكم. شوفوا يا البنات هذاك السفلي كي نقسموه من الداخل كيف يجي هذاك الفرماج ذايب يجي الاستيك، يعني كنت درت موزاريلا كما تقدروا ديروا اي نوعيه تاع فرماج. طبق رائع. وصلنا نهايه الفيديو، شاهدكم في الجنه. ما عليا غير نقول لكم تبقاو على خير، واذا كنتي حبيبتي راكي تشاهدي في الوصفه لاول مره وما كيشي مشتركه في القناه، نقول لك ما تنسايش ديري اشتراك ولا ديري ابوني، وبلا ما تزيدي تخرجي يعني زيدي كملي، وديري تفعيل تاع زر الجرس هذاك الكلوش تاع الجرس، رجعيه كحل يعني فعلي هذاك الجرس هكا باش يوصلك كل جديد، كل ما نهبط وصفه توصلك النوتيفيكاسيون. ما عليا غير نقول لكم تبقاو على خير ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. صحه فطوركم، سلام.